تخيل معايا كده لو رجعوك 100 سنه لورا وادوك 1000 جنيه هتبدا بيزنس ازاي؟ ولو فاكر ان الرقم صغير فتعالى اقول لك ازاي تبقى مليونير منه. خليني اصدمك واقول لك ان في العشرينات ال 1000 جنيه كانت تساوي ثروه. عشان اخليك تتخيل الموضوع اكتر، الموظف الحكومي وقتها كان مرتبه حوالي 5 جنيه في الشهر، يعني بال 1000 جنيه دي تقدر تصرف مرتبات 200 شهر. بس المشكله ان كان في اجداد معاهم الثروه دي، والقصه اللي كلنا عارفينها اللي كانت بيضيعوا فلوسهم على حفلات ام كلثوم والسهرات بدل ما يستثمروها. فلو رجعنا اول حاجه افكر فيها العقارات. في القاهره زمان سعر بيت في حي شعبي كان يعمله حوالي 150 جنيه، يعني بال 1000 جنيه دي تقدر تشتري 6 بيوت، والنهارده قيمتهم فوق ال 50 مليون جنيه. وتاني استثمار كان هيبقى في التعليم والطباعه، لان الناس كانت بتجري ورا الكتب والمجلات، لان اللي عمل مطابع صغيره وقتها تحول امبراطوريه اعلاميه زي مؤسسه الاهرام. واما تالت فكره فهتكون في الاراضي الزراعيه. الجنيه وقتها كان مرتبط بالذهب والاسعار ثابته، يعني الارض مع الوقت بتزيد بشكل مضمون. الخلاصه لو رجعت 100 سنه ومعاك 1000 جنيه مش مهم تصرفهم في ايه، المهم تعرف ازاي تصرفهم صح. هل تدور على حاجه بتجيب مكسب سريع ولا تدور على حاجه بتزيد مع الزمن؟ وانت بقى لو رجعت بالزمن ومعاك 1000 جنيه هتستثمرهم ازاي؟ بس كده، لو مهتم تعرف اكتر عن البيزنس او تعمل فلوس، ما تنساش تعمل لايك وفولو. انا عمر درش وده العالم من وجهة نظري.